السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تفريزات لرمضان. هنعمل النهاردة بقى سبانخ، هنقطعها ونغسلها كويس طبعا من التراب اللي فيها رملة، وكمان هنقي منها الورقة الصفراء وهنقطعها وهنديها بخار على النار، وهنعمل كمان ورق عنب نخزنه في الفريزر. نعمل كده أطباق، يعني نطلع طبق بطبق على قد اليوم. معانا طبعا الخضرة بتاعة ورق العنب وبتاعة السبانخ. بصوا انا كنت جايبة هنا 2 كيلو من ورق العنب، هعمل كيلو بس والكيلو التاني هحطه في الفريزر اخضر. كنت جايبة 4 كيلو بسلة، فصصت كل 2 كيلو حطيتهم في كيس كده، يعني فصصتهم ورا الكاميرا مش في الفيديو. طبعا لسه هقطع الجزر عليهم واخزنهم بنفس طريقتنا بتاعة السنة اللي فاتت. وهنا معايا 6 وراك من الحمام الكداب او الوراك المخلية، ومعايا 2 كيلو من البانيه، ومعايا كيلو من الشاورما وكيلو من الشيش. كل الحاجات دي هنتبلها. طبعا انا حطيت كله مع بعضه ما عدا الشاورما حطيتها في لوحدها. انا هنا نقعاها في دقيق وخل وملح وعصرة ليمون، وهنا دول نقعتهم كمان وغسلتهم وكنت حطاهم في المصفى يتصفوا. هنا انا كنت غسلت السبانخ، نقيت منها الورق الاصفر، غسلتها كويس كذا مرة، نقعتها كذا مرة في مية وبعدين طلعتها تتصفى كده. هنا كمان كنت بسلق ورق العنب، جبت مية غليتها وحطيت فيها ليمونة عصرتها وحطيت كمان القشر، وحطيت كمان كده قد معلقتين 3 من الزيت. ليه بقى؟ عشان الليمون بيخلي الورق مزز. طبعا ده ورق بناتي، هو عامة هو مزز بس انا بحبه مزز زيادة، يعني مش عايزاه مزز زيادة ما تحطيش الليمون لكن حطي الزيت. لازم تحطي الزيت عشان يخلي الورق وانتي بتحشيه كده ما يبقاش لازق في بعضه ويغلبك يعني في الحشو. تمام، يبقى سهل معاكي انك تطلعي ورقة ورقة. دي بقى الطريقة بتاعتي في حشوة الورق العنب. بحب ادي الرز كده تشويحة على النار في معلقتين زيت عشان يقعد معايا اكبر وقت ممكن في الفريزر. آه هنا معايا بقى بصلاية كده حطيتها على النار عشان يعني احط فيها الصلصة بتاعت المحشي بتاعت ورق العنب. حطيت كده بصلاية كبيرة او بصلتين وسط، وهحط كمان معلقتين من الزبدة وعليهم شوية من الزيت، واسيبهم بقى ايه كده لما يعني يتبلوا وياخدوا لون اصفر، وبعد كده هنزل عليهم بالصلصة. الصلصة طبعا انا مخزناها في الفريزر. بصوا بقى هنا الرز حطيت معاه رشة من النعناع الناشف، وبصوا الرز من تحت بقى هيصفر ازاي، بصوا بقى اصفر ازاي، ما تخافيش منه طعمه ما بيتغيرش خالص. الرز يا جماعة لما بنعمل الحركة دي بيقعد في الفريزر بالسنة، لكن لو ما عملتيش كده الرز لما تيجي تطلعي تسوي المحشي هيبقى معجن منك. لكن عايزاه يطلع الرز مفرفر وكأنه لسه محشي دلوقتي، اعملي الحركة دي. كان عندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة في الفريزر، طلعتهم كده قلبتهم على الرز وهو سخن عشان يعني اللحمة تفك. لو ما عندكيش لحمة في الفريزر عصجي كده ربع كيلو حطيهم على الرز. ممكن تحطيهم بعد ما تحطي الصلصة مفيش مشكلة، بس انا حطيتهم على الرز عشان الرز سخن واللحمة كانت متلجة. هنا كانت الصلصة اتسبكت، حطيت طبعا فيها التوابل بتاعتي، حطيت كزبرة ناشفة، كمون، اي نوع بهارات انت عايزاه. وطبعا الرز فيه نعناع ناشف، طبعا طلعت ريحته بقى وهو بيتشوح على النار. النعناع كانت ريحته حلوة جدا. فضيت بقى كل الخلطة في طبق بلاستيك، كان طبعا كنت مقطعة الخضرة وغسلاها وايه، وسبتهم كده على البوتاجاز كده ايه لما كله يبرد، وبعدين ابقى ايه اقعد بقى واحشي ورق العنب. هنا بقى هنتبل الفراخ بتاعتنا. معايا بصل وتوم وفلفل الوان، حطي توابل بقى بصل وتوم باودر وبهارات فراخ وملح وفلفل اسود وروزميري وزعتر وايه. ممكن ما تحطيش بقى زيت خالص. بصوا بقى هنا. طب هنبتدي بقى ايه نطلع الوراك المخلية بتاعتنا او الحمام الكداب، وهنطلع البانيه.
هنسيب الشاورما والشيش للاخر. بس انا اخدت من نفس التتبيله دي، يعني اخدت شويه للشاورما واخدت شويه للشيش اهم، ده لوحده وده لوحده. هحطهم بقى في حاجه تانية لغايه ما اطلع البانيه والوراك المخليه. يعني خدت شويه التتبيله لسه في الخلاط، يعني ما حطيتهمش في حاجه تاني. لما ابتدي بقى ان انا اقلب البانيه ده والوراك المخليه في التتبيله واطلعهم واحطهم في الاطباق بتاعتهم، ابتدي بقى ان انا احط بقيه التتبيله واحط كمان الشيش والشاورما. طبعا انا ليه ما حطيتش الشيش والشاورما مع البانيه والوراك؟ لان طبعا ايه، هقعد بقى ايه انقي الشيش وانقي الشاورما، فطبعا يعني ده هيغلبني وياخد مني وقت. فقلت لا، انا ايه اتبل كل واحد لوحده، وفي نفس الوقت برضو غسلت كل واحد لوحده، يعني غسلت الشيش لوحده والشاورما لوحدها. لكن دول واضحين، الوراك انا عارفه عددهم 6 وراك، والبانيه معروف هعرف اطلعه يعني من وسط الفراخ. اهو بصوا بقى، حطيت كده الوراك كل 3 وراك في طبق، يعني على قد استخدامي. وهحط برضو البانيه، هما كانوا 2 كيلو، هحط كله نص كيلو في طبق. تمام. اهو بصوا بقى، هنا بعد ما قلبناهم كويس في التتبيله هنبتدي بقى ايه ناخد ونحط كده في الاطباق، وهو بقى ياخد ايه وقته في التتبيله بتاعته في الفريزر بقى. وطبعا لسه لما طلعيه من الفريزر، هنا بقى كنت رصيت الوراك كل 3 وراك زي ما قلت لكم، وحطيت على الوش كده شويه من توابل الفراخ، وحطيت كمان البانيه جنبهم هتشوفوهم دلوقتي. وهنا بقى ايه برص الشيش بعد ما برضو قلبته في التتبيله، نفس التتبيله يا جماعه ما اتغيرتش. وهقول لكم برضو على تكه كمان ممكن تعملوها، عشان لو هتطلعي الوراك دي تشويها هتحطوا عليها ايه من فوق، ولو هتطلعيها تحشيها هتعملي ايه كده. هنا بقى الشيش اهو هنوديه بقى هناك، وهنحط بقى هنا ايه الشاورما اهو. بصوا دي الشاورما اهي، برضو تبقى قلبتها في التتبيله كويس. وبعد كده ابتدي برضو ايه، ده كان كيلو من الشاورما زي ما برضو ما هو كان كيلو من الشيش، هنبتدي نحط كل نص كيلو في طبق. معايا كمية حلوة. طبعا الطبق بتاعي ده النص كيلو هو الغرض يوم بس. الوراك ممكن اطلع ال6 مع بعض حسب الاستخدام، اطلع 3 بس واطلع معاهم طبق شيش، طبق شاورما، طبق بانيه اهو. بصوا البانيه اهو 4 اطباق من البانيه، طبقين من الشيش، طبقين من الشاورما، طبقين من الوراك. وطبعا انا دخلت الفريزر السبانخ والبسلة عشان اروق لنفسي مكان. البسلة عملتها ازاي؟ بصوا هنا بقى حطيت على الوش شوية من زيت الزيتون على الشاورما والشيش والوراك وبس. طبعا ايه ممكن تعصري عصرة ليمونة وممكن لا، براحتك. ده للشوي. انا عارفة ان انا هطلع الشيش اشويه كده يعني في الحلة كده زي كباب الحلة، وعارفة ان انا هطلع الوراك هحشيها فعادي هحط زيت. عارفة ان انا هطلع الشيش برضو والشاورما هشويهم فعادي احط زيت. لكن البانيه ما ينفعش نحط عليه زيت خالص، لان انت ممكن تطلعيه تعمليه بيض وبقسماط. لكن لو هتطلعيه تشويه ممكن تحطي الزيت. لكن انا خليت الشيش والشاورما هما اللي عليهم والوراك عليهم زيت، والبانيه ما حطيتش عليه زيت. وكمان كنت عملت ورق العنب، وهو زي ما انتوا شايفين معايا حطيته برضو الكمية كلها في اطباق وهدخلها الفريزر. هي اوريدي اصلا كانت في الفريزر، الطبق اللي كنت بخلصه بدخله الفريزر كده والبسه كيس يعني. بس لما خلصت خالص بصوا كان عمل وش تلج. بس بعد ما خلصت خالص طلعت بقى كل الاطباق وقلت اوريها لكم، يعني اللي هو يعني ايه بخلصه وادخله الفريزر عشان اوسع لنفسي مكان. يعني انتوا عارفين المطبخ في اليوم ده بيبقى زحمه قوي. وكمان خلصت البسلة والسبانخ، بس طبعا ما كانش فيه وقت ان انا افرزهم معاكم، فان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.